الجديد والحصري النهارده عندي جايبالكوا اختراع النهارده هتشكروني عليه. اختراع ب20 جنيه. عارفين ايه ده يا جماعه؟ دي بودره الجيلي اللي بنشتريها من بره، الباكو الواحد ب15 جنيه. باقل من تمن باكو واحد بس هنعمل 4 بواكي في البيت بطعم حلو جدا، بنكهه واللون وكل حاجه. وطبعا هتختاري النكهه اللي انت عايزاها واللون اللي انت عايزاه والطعم اللي انت عايزاه. بصوا يا جماعه، حاجه خطيره. شايفين قد ايه متماسك؟ جيلي ده بقى ولا مش جيلي؟ مكونين اتنين بس هتشتريهم من بره ب20 جنيه، وهتعملي كل الكمية دي واكتر كمان. 20 جنيه بس، 20 جنيه بس. هات ال20 جنيه بتاعتك وتعالي. وقبل ما تيجي بقى حطي لايك للفيديو وشير الفيديو مع اصحابك، وتعالي بسرعة شوفي الطريقة. هتنزلي بقى السوبر ماركت تجيبي 4 اكياس من الفروتي. الكيس الواحد عامل 2.5، يعني 4 اكياس عاملين 10 جنيه. هتختاري بقى النكهة اللي انت عايزاها، الطعم اللي انت عايزاه، وطبعا بيبقى اللون طبعا زي ما انت عايزة. انا جبت بقى واحد مانجا وواحد برتقان واتنين تفاح، علشان ما لقيتش نكهات تانية. ال10 جنيه التانية هنجيب بيها جيلاتين، جيلاتين بتاع الاكل، مش الماسكات يا جماعة، خدوا بالكم كويس جدا، جيلاتين صالح للاكل. تعالوا بقى اقول لكم ازاي هنجهز مع بعض محتويات الباكو الواحد بتاع الجيلي اللي بنجيبه من بره جاهز. عندي معلقتين كبار هنا من الجيلاتين ممسوحين، مش هرميه، معلقتين بتوع الاكل بس يكونوا ممسوحين زي ما انتم شايفين كده. وهنفضي عليهم محتويات اي كيس فروتي منهم، يعني النكهه اللي انت عايزاها، وهنضيف عليهم 4 معالق كبار من السكر. وقلبي المحتويات دي كويس جدا مع بعض، وكده اصبح عندنا باكو جيلي جاهز. يبقى عندي اهو زي ما انتم شفتوا، هنعمل كمان كيس كمان اهو. عندي فضيت محتويات الفروتي ده كان بطعم المانجا. ضفت عليه بقى هنا معلقتين كبار من الجيلاتين ممسوحين زي ما انتم شايفين، المعلقه مش مليانه على الاخر، مش هرميه. نزلت عليهم ب4 معالق كبار من السكر، وعايزه اقول لك ال4 معالق طعمهم مظبوط جدا جدا. انما لو انتي سكرك اقل من كده ضيفي 3 معالق بس. ولما نضيف لهم الميه دلوقتي قلبي ودوقي، ولو محتاجه تاني ضيفي. وقلبناهم كويس جدا زي ما انتوا شفتوا كده، ومش هنضيف لهم اي حاجه تاني. طبعا الفروتي فيه نكهه وفيه لون وفيه طعم وفيه كل حاجه، هيديلك كل حاجه، وكمان هيبقى الطعم مركز جدا. فاحنا مش هنضيف اي حاجه تاني للمكونات دي غير الميه. ده كان اخر حاجه، اخر باكو انا عملته. ده كان بطعم التفاح. عايزه اقول لكم يا جماعه، فاكرين طعم الفانتا تفاح بتاع زمان اللي لونه بني ده؟ طعمه يا جماعه بالظبط، طعمه حلو قوي، نفس الريحه نفس اللون. هيعجبكم جدا جدا، هتشوفوه دلوقتي معايا لما نضيف له الميه. يبقى انا حضرت معاكم كده 3 بواكي من الجيلي، كل طبقه فيهم فيه بودره جيلي زي الجاهزه بالظبط. عندي برتقان، عندي مانجا، عندي تفاح. والكيس الرابع ما عملتوش لانه كان برضو تفاح فسبت كده. بقى احنا عملنا البودره، تعالوا بقى نعمله جيلي. هنحط بقى كده في بوله تكون كبيره شويه، هنحط عليها كوبايه من الميه السخنه، الكوبايه اللي هي ال 250 ملي. وهنقلبهم كويس جدا علشان ندوب السكر بتاعنا والجيلاتين. على طول هنزل عليهم بنفس الكوبايه، كوبايه بقى من الميه الساقعه، زي ما بنعمل بالظبط في الجيلي الجاهز، كوبايه من الميه المغليه وكوبايه من الميه الساقعه، وبندوبهم كويس جدا. جبت بقى الكاسات بتاعتي او الاطباق وقطعت فيها كده شرايح من الموز، عندك تفاح عندك عنب، مش عندك اي فاكهه مفيش مشكله. ونزلت عليهم كده بالجيلي بتاعنا، وطبعا هستنى يهدى شويه وهدخله التلاجة وهوريه لكم في الاخر وهو متماسك. هنعمل بقى النوع التاني اللي بالمانجا. عايزه اقول لكم يا جماعه ريحته خطيره جدا جدا. فضيت بقى محتويات الباكو بتاعنا اللي احنا جهزناه في البوله، وضفت عليهم برضو كوبايه من الميه المغليه، وهدوبهم كويس جدا لغايه ما السكر معايا والجيلاتين يختفوا تماما. نزلت عليهم بنفس الكوبايه ميه ساقعه. زي ما شفتوا اهو، انا بكرر لكم كل شويه علشان بس ايه تاخدوا بالكم. الموضوع يا جماعه سهل جدا وموفر جدا جدا. انتم متخيلين؟ عملنا كميه كبيره من الجيلي في البيت بكميه بسيطه جدا، بتمن اقل من باكو جيلي جاهز. برضو هنا كنت مقطعه كده في الكاسات بتاعتي شرايح موز، ما كانش عندي غير الموز بس في البيت، فحطيت الموز واكتفيت بيه، وبجد كان طعمه حلو قوي وكان لايق عليهم جدا. اخر طعم بقى عندي طعم البرتقان. انا حبيت ان انا اعمل ميكس كده ما بين المهلبيه وما بين جيلي البرتقان، بجد كان حلو قوي. جبت كوبايتين من اللبن، وضفت عليهم معلقتين كبار من النشا ومعلقتين كبار من السكر ورشه من الفانيليا، ودوبتهم الاول كده على البارد. وبعد كده هرفعهم على النار لغايه ما ياخد معايا غلوه، والقوام يتقل زي ما انتم شايفين بالشكل ده، قوام حلو جدا. هبدا بقى كده اجيب الاطباق بتاعتي او الكاسات، وهبدا افضي نص الكميه بتاعتي بس في الكاسات، علشان لسه طبعا هعمل حساب للجيلي. عايزه اقول لكم الميكس ده بيكون حلو جدا، يعني بتاكلي حاجتين مختلفين في معلقه واحده، مهلبيه او كاستر. لو انت مش عندك النشا او مش عندك مش بتحبي المهلبيه، اعمليها كاستر بتبقى حلوه جدا. بعد ما فضيت الكميه بتاعتي في الكاسات بالشكل ده، هستنى بس تبرد شويه والطبقه بتاعتي تتماسك عشان اقدر انزل عليها طبقه الجيلي من غير ما يدخلوا في بعض.
اخر حاجه بحضر معاكم جيلي البرتقال، زي ما انتوا شفتوا برضو كوبايه ميه سخنه عليها كوبايه ميه ساقعه، وهنقلبهم كويس جدا. طبعا تقدري تجيبي النكهه اللي انت عايزاها من السوبر ماركت، في نكهات كتيره جدا للفروتي، بس انا ما لقيتش غير النكهات دي بس اللي كانت متوفره عند السوبر ماركت، فجبتهم. فزي ما انتوا شفتوا كده انا كنت جايبه 4 بواكي من الفروتي، فاستخدمت 3 بس، يعني كان باقل من 10 جنيه كمان. طبعا تقدري تجيبي الوان مختلفه والوان كتير وتعملي اكتر من لون كده، بجد بيكون شكلهم حلو جدا، خاصه لو عندك عيد ميلاد او اي مناسبه حلوه، او حتى عامه في الصيف. يعني طبعا انتوا عارفين الجيلي ده رقم واحد في الصيف، والاطفال كلها بتحبه. اعملي رز بلبن وحطي عليها طبقه جيلي، او غيري بقى زي ما قلت لك كل مره بحاجه شكل. بالراحة كده وبظهر المعلقة هبدأ أنزل الجيلي بتاعي كده على المهلبية. وطبعا الحركة دي بتخلي الجيلي بينزل بالراحة كده، مش بينزل دايركت كده جوه المهلبية وتبص تلاقيه غطس جوه طبقة المهلبية. كده هيبقى عندك طبقتين مفصولين عن بعض، لغاية كده ما اكمل الطبقة بتاعتي عشان يبقى عندي طبقتين مفصولين عن بعض، طبقة من الجيلي الأصفر وطبقة من المهلبية البيضة. عايزه اقولك تقدري تعملي بالبودره اللي احنا جهزناها النهارده، اللي هي بودره الجيلي، تعملي بيها كيكه الافاتار اللي كانت طالعه ترند من فتره. تعملي بيها كيكه وتزقيها جيلي وتزينيها زي ما كنا عاملينها برضو على القناه، او تعملي بيها وصفه الكاندي البيتي، او اي وصفه موجود فيها جيلي وانت مش عندك في البيت او مش متوفر عندك دلوقتي. خلي عندك باستمرار في البيت كده كام باكو من الفروتي مع حبه جيلاتين، وضيف عليهم سكر، وبقى اصبح عندك باكو جيلي جاهز تحطيه في اي وصفه. شايفين بقى بعد ما دخلته التلاجة 4 أو 5 ساعات، شايفين بقى القوام ما شاء الله متماسك جدا ازاي، مش بيقع مني كده وانا بقلبه، ولا بيتحرك من مكانه، ولا فاكك ولا سايب ولا اي حاجه. بجد الوصفه دي كانت فين من زمان، اعملوها يا جماعه على ضمانتي، هتاكلي احلى جيلي في الدنيا. طعمها حلو جدا، ريحه الجيلي نفسه قويه جدا، لاننا طبعا حطينا كوبايتين ميه بس على كيس الفروتي، مش 4 زي ما مكتوب عليه، فالطعم مركز جدا والريحه مركزه جدا. وزي ما قلت لك تقدري تختاري الطعم اللي انت عايزاه واللون اللي انت عايزاه. انا ما لقيتش بس غير المانجا، المانجا كان لونها مايل للاورنج شويه، وطبعا البرتقال لونه اصفر، والتفاح زي ما انتم شايفين لونه بني او عسلي. طعمه خطير جدا، بالظبط بالظبط يا جماعه زي فانتا تفاح اللي كنا بنشربه زمان. بصوا شايفين الجيلي بقى مع الفاكهه، ما اقولكوش بجد خطير جدا. عايزه اقول لك لو انت عندك تفاح بقى وهتقطعيه شرايح جوه الجيلي، يستحسن تقشريه الاول عشان يكون طعمه كده متناسق مع طعم الجيلي. وده جيلي المانجا، شايفين بقى ما شاء الله. بصراحه ما كانتش محتاجه خالص قطع فاكهه، هي كان طعمها قوي جدا وريحتها كانت طاغيه قوي، فكانت محتاجه تكون لوحدها. شايفين بقى التماسك، شايفين بقى بيرقص ازاي من الفرحه، جيلي بقى ولا مش جيلي ده. بس بجد يا جماعه اللي كانت في قلبي بجد وكان طعمها خطير جدا، انا بحب قوي الميكسات، المهلبيه مع الجيلي البرتقال طعمها كان رهيب جدا. بصوا لي بقى كده على الطبقات، شايفين ما شاء الله كل طبقه في مكانها، لا واحده بقى دخلت على الطبقه التانية ولا الكلام ده كله خالص. وزي ما قلت لكم تقدري بقى تستبدلي المهلبيه بالكاستر او بالرز بلبن، او باي حاجه زي ما انت عايزه، براحتك براحتك زي ما انت عايزه. انا بس اديتك الفكره وانتي انطلقي براحتك واعملي بيها افكار كتير واعملي بيها حاجات كتيره جدا. وانتظروا بقى ان شاء الله الفتره الجايه هنعمل مع بعض الكاندي، وهنعمل مع بعض كيكه الافاتار، وهنعمل كل الوصفات اللي كانت بالجيلي. ما تنسوش تشيروا الفيديو مع اصحابكم، استنوني فيديو جديد.